في أحد البيوت الريفية كان لأفعى صغار تحت كوم من التبن. وعندما أرادت المرأة العجوز صاحبة البيت رفع التبن وجدت صغار الأفعى، فما كان منها إلا أن حملت الصغار إلى مكان قريب آمن. وعندما عادت الأفعى ولم تجد صغارها جن جنونها واتجهت صواب إناء الحليب، وقامت بفرز سمها من أنيابها في الإناء. وبعد أن بحثت ووجدت صغارها في مكان قريب آمن، عادت ورمت نفسها في الحليب، ثم خرجت منه واتجهت إلى رماد التنور وأخذت تتقلب به ليلتصق الرماد بجسمها. ثم عادت ودخلت في إناء الحليب لكي تعيبه ولا يستخدمه أهل البيت. وقد كانت المرأة العجوز تراقب هذا المنظر العجيب من بعيد. الحكمة من هذا: قد تتصرف أحيانا كالأفعى ونلقي بسمنا على الآخرين، فهل يا ترى نعتذر مثلما اعتذرت هذه الأفعى؟ جعل الله هذه الأيام فاتحة خير وبركة علينا وعليكم. تحياتي